يا ترى بتعمل ايه لو عندك ميعاد، سواء ميعاد مهم او ميعاد روتيني بتعمله بصفة يومية واتأخرت عليه؟ بتعمل مع نفسك ايه؟ بتقول لنفسك ايه؟ هل لما بتتأخر بتفتح باب تأنيب الضمير وباب اللي انا ليه عملت كده وانا ازاي ده يحصل وكده، ولا بتعمل ايه؟ بتتصرف ازاي مع نفسك؟ انا النهاردة هقول لكم على احنا ازاي نتكلم مع نفسنا لو احنا اتأخرنا، او لو احنا قصرنا في حاجة معينة، او لو حاجة ما مشيتش زي ما احنا ما عايزين. وعشان اقول لكم ده هستشهد بكومنت جالي من ناس من الناس الجميلة اللي بتتابعني. جالي كومنت منها وهو اللي خلاني اصلا اعمل الفيديو ده. هي بتقولي ايه؟ بتقولي بصراحة انا النهاردة حصل معايا موقف أنبت فيه نفسي جدا، وهو اني وصلت الشغل متأخرة والمدير اداني لفت نظر، وبالتالي اتعكر مزاجي وكملت شغلي، ولكن كنت مشتتة أثناء الشغل. الأمر اللي أدى إني اضطريت إن أنا أعمل أداء ناقص في سبيل تسليم الشغل بالوقت المخصص. وبعدين بتقول إن هي شعرت بالذنب جدا جدا تجاه نفسي، ثم لومت نفسي كثيرا على التأخير وهو بداية التأنيب. هي اتأخرت على الشغل وفضلت تلوم نفسها وقعدت تسلم الشغل بأداء مش الأداء اللي هي متعودة عليه، كله كأن في ايه، كأن في حاجة اتكسرت ووراها على طول كذا حاجة اتكسرت تاني. مع كل حاجة بتتكسر، مع كل ما أنب ضميري أكتر وأعيد التأنيب الضمير من جديد. طب نعمل ايه في حالة زي دي؟ أو هي تعمل ايه؟ وأنا قررت ان أنا أجاوب عليها في فيديو عشان كلنا نتعلم من الموضوع ده، لأن ده كان بيحصل معايا أنا كتير قوي، لحد ما وصلت لحاجة معينة بقيت بكتبها لنفسي كل يوم. أنا في حاجات كده معينة بكتبها لنفسي كل يوم، دي رقم 2 من الحاجات اللي أنا بكتبها لنفسي، واللي هي اتعلمتها في كتاب 7 Habits لستيفن كوفي. وهي ايه بقى الحاجة دي؟ مبدأ كده عايزاكم تمشوا عليه على طول لما أي حاجة تبوظ أو نتأخر أو نعمل حاجة مش على هوانا، على طول نطلع المبدأ ده ونطبقه على طول في حياتنا. اللي هو ايه؟ اللي هو 90% من يومي ملكي و10% خارجين عن سيطرتي تماما. انا بكتب لنفسي كده حرفيا يوميا، رقم 2 من الحاجات اللي بكتبها لنفسي: 90% من يومي ملكي، 10% خارجين عن ارادتي. تعالوا كده نعيد صياغة الموقف اللي حصل مع البنوتة الجميلة دي. هي اتأخرت في الشغل، ده حاجة خارجة عن إرادتها، خلاص هي اتأخرت. سواء بقى المواصلات كانت زحمة، مش عارف ايه حصل، الولاد وانا رايحة التمرين حصل حاجة، ايا كان الظرف او الحاجة اللي انت مضطر تعملها واتأخرت، خلاص اللي حصل اللي حصل حصل، خلاص انا اتأخرت. فلما وصلت الشغل المدير ابتدى ان هو يضايقها فبالتالي اتضايقت، واحنا قلنا القصة كلها كانت وصلت لايه. بس انا لما وصلت الشغل انا عارف ان التأخير ده خلاص ده من 10% اللي خارجين عن ارادتي. اللي في ارادتي بقى ايه؟ ان انا ما انبش نفسي خلاص على التأخير ده، خلاص اللي حصل حصل. تاني حاجة اشوف انا بوسعي ممكن اقدر اعمل ايه. اعتذر للمدير، اقول له انا فعلا اتأخرت وانا بعتذر عن تأخيري النهاردة، ده اللي في ده اللي انا اقدر ان انا اعمله، انا بعتذر عن تأخيري النهاردة. ولكن ابتدي بقى ان انا اقول للمدير حاجات معينة ليها علاقة بسلوكي، اللي انا كان في انا الايام اللي فاتت مثلا بحاول دايما ان انا اكون باجي في مواعيدي بصفة مستمرة، ولكن ده ظرف طارئ خارج عن ارادتي. وان شاء الله شغل النهارده هحاول اعمله على اكمل وجه واسلمه على قد ما اقدر في الميعاد. فانا هديت المدير وعملت اللي انا بوسعي ان انا اعمله، انا فعلا غلطت فبعتذرت عن غلطي، فحسيت ان انا عملت اللي انا اقدر اعمله. بعد كده ما انبش ضميري بقى، خلاص انا اللي حصل حصل وانا اتاخرت، اقعد بقى اقول بسم الله وابدا يومي 90% مش هبوظهم عشان الحاجه من 10% دي باظت. بقيت 90%، بقيت يومي كله هيتطربق ويبوظ عشان انا في حاجه حصلت ضايقتني. انتوا عارفين كمان ان المثل اللي ستيفن كوفي قاله في الكتاب على الموقف ده كان نفس المثل بالظبط. قال ان هو كان بيشرب قهوة، عشان قارية الكتاب من زمان مش فاكرة كان هو ولا كان حد تاني، ولما بيشرب قهوة حد من ولاده دلق القهوة عليه، فهو اتعصب واتضايق وزعق وفضل لي مش عارف ايه وطول الطريق وزعل بنته وراح الشغل متأخر واتخانق مع المدير و فهو بقى بيقول ده كان عشان 10% هو هد 90% بقية اليوم كله. انما لو هو كان خلاص حصل خير وقام وغير لبسه بالراحة وبهدوء وراح وصل بنته المدرسة وراح للشغل واعتذر وكمل يومه وكمل شغله على أكمل وجه، وما أنبش ضميره على حاجة خلاص هي مش في إيده، وهي خلاص اللي حصل حصل. فإحنا لازم قوي نخلي بالنا من فكرة إن 90% من يومي
ملكي، أنا اللي باقدر أتحكم فيهم، إنما 10% دي ظروف خارجية محيطة بيّا، أنا مش لازم إن أنا أبقى باتحكم فيها، أنا ما أقدرش أصلًا إن أنا أتحكم فيها، فهاعمل اللي أقدر عليه وهاعمل اللي في وسعي إن أنا أعمله. دايمًا، دايمًا فكّروا نفسكم 10%، 90%.